على كل حال شوف دبل فجيري اليوم حاولوا يستغلون نقص العدد اللي كان موجود عند شلبة، لكن واضح تماما ان فريق نادي شلبة رغم الغيابات، واعتقد يعني اكثر الغيابات تاثيرا سامان ومحبي يعني، نعم. وان شهريار نزل في الشوط الثاني، لكن الاثنين هذيلا مؤثرين جدا. على كل حال الدوافع هذه المباراة قوية جدا بالنسبة لدبل فجيرة، على اعتبار انهم يبغون يطلعون من فاصل من قضية الزيرو في النقاط يعني. صحيح. لكن ايضا دوافع شلبة بانهم يفوزون في هذا الديربي اللي يسمونه الديربي الساحل ويوصلون للنقطة السابعة. اعتقد يعني وجود شلبة في هالمكان بعد 4 مباريات هذا شيء ايجابي يعني، عطفا على المعاناة اللي عندهم مثل ما قال قبل شوي بوسيف. نعم. قال ان عندنا اصابات وعندنا نقص عددي، وانا اعرف ان فعلا عندهم اصابات، لكن على كل حال اعتقد ان هم تخطوا هذه المباراة، لان هذه المباراة من ضمن المواجهات. نعم. ومهمة جدا يعني بالنسبة للفجيرة وبالنسبة لفريق شلبة. يعني المكسب يولي الثقة عند اللاعبين.